معظم الناس بقى دلوقتي عايزه تجيب عربيه، مستعمله في رينج ال 120 130 140 150 100، في الحدود دي، وتكون العربيه حديثه. طبعا ده مستحيل. هتكون حديثه وفيها تكييف وفيها سنتر وفيها باور وموديلها عالي وكل المواصفات دي، مستحيل دلوقتي تجيبها بالثمن ده. انت عايز لك 400 الف جنيه عشان تجيب عربيه بالمواصفات اللي انت عايزها دي. فالناس دلوقتي بتعمل ايه؟ بتلجأ للعربيات اللي كانت شغاله اجره، اللي هي لونها ابيض، واصحابها بطلوا ان هم يشتغلوا بيها اجره، فخلاص ايه يعني التاكس انتهى. فبيعملوا ايه؟ بيروحوا يسلموا النمر اللي كانت على العربيه للمرور بتاعها، وبيجيبوا حاجه اسمها نموذج 105 بيطلع بيه على المرور بتاع الملاكي اللي هو تابع ليه. يعني لو العربيه دي، لو هو بطاقته تبع شبرا يروح مرور عبود، لو هو بطاقته تبع الجيزه يروح مرور فيصل كده يعني. فبيروح يجيب نمر ملاكي وبيرش العربيه من بره لون غير اللون الابيض، عشان اللون الابيض معروف ان هو لون بتاع التاكسي، وفي نفس الوقت مكروه، والناس مش بتحب ايه تركب عربيه ملاكي لونها بيضه او تشتري عربيه ملاكي لونها ابيض. فبيعملوا ايه؟ بيجيبوا العربيه بيشدها طبعا، طبعا هي بتبقى متبهدله من بره، فبيعمل لها سمكره ودوكو وبيرشها، ومحتاجه اي حاجه بيعملها، لو عايزه فرش من جوه بيعمل لها. المهم بيرجع العربيه لحاله الى حد ما تبقى كويسه، ويروح رشاشها من بره لون ما يخليش منظر العربيه من بره ان هي يبان عليها ان هي خالص كانت ايه، كانت اجره. وهي طول ما هي ماشيه في الشارع انت مش عارف ان العربيه دي كانت تاكسي قبل كده، الا بقى لو انت بتركز وهتشوف ان هي عند الباب من جوه، اللي هو عند الحتت دي كده، هتلاقي اللون ده ابيض، لان هو مش هينفع يرش الباب من جوه او مش هيرش الدواخل. لو فتح الكبوت وهو مثلا بيحط ميه للعربيه، او العربيه فيها غاز فهو في البنزينه فاتح الكبوت عشان يفول، هتلاقي الكبوت من جوه والحوض لونه ابيض، او الشنطه هتلاقي لونها ابيض، فالدواخل كلها هتبقى بيضه. هتلاقي العربيه دي 100% كانت تاكس. فهتلاقي العربيه دي ارخص من ثمنها كتير. ليه؟ لان صاحبها عارف ان هي حالتها مش قد كده، هي حاله متوسطه، او لو هو مهتم بيها هتبقى حالتها يعني 70 80%. بس طبعا معظم التاكسي ما كانش مش هيبقى بحاله كويسه، لان ثلاث ارباع الناس كان يا اما هو بيشتغل عربيه ومشغل معاه حد، او هو جايبها عشان يشغلها، او من ساعه ما استلمها زمان من 2010 او 2009 ساعه مشروع احلال التاكسي الابيض ده، من زمان قوي طبعا، من 13 سنه او من 12 سنه. فطبعا العربيه فات عليها الظهر. انا شفت عربيات اجره ماشيه مليون كيلو، مليون، اللي احنا اصلا ما بنحبش نشتري عربيه ماشيه 100,000 كيلو ولا 120,000 كيلو. لا، انا شفت عربيات اجره ماشيه مليون كيلو، ده اللي هو اكنها كانت بتمشي وهي واقفه. فاللي هو يعني عربيه كل حاجه فيها اتاكلت يعني. لو هو هيغير الكاوتش او هيغير الصالون او هيغير التكييف او هيغير الموتور، في حاجات في العربيه مش هينفع تتغير. مش هينفع يغير الشاسيه، مش هينفع يغير الحوض بتاع العربيه، مش هينفع يغير السقف، مش هينفع. في حاجات كتير قوي في العربيه تلاقيها متاكله، هو مش هيقدر يلعب فيها ولا يقدر يغيرها، الا بقى لو هو غيرها العربيه بقت مش بالحاله الزيرو، او ما بقتش هي عربيه سليمه، تبقى عربيه فيها مشاكل او دواخل. العربيه دي بتبقى ارخص من ثمنها كتير. فانت لما نيجي نقارن مثلا، لو العربيه دي فيرنا 2010 دواخلها بيض عشان هي كانت تاكس، هتلاقي العربيه دي صاحبها مثلا بيتكلم في 140 الف جنيه. في ناس كتير بتلجأ للعربيه دي، تقول لك انا اجيبها وخلاص على قد الفلوس اللي معايا، بدل من 140 الف جنيه مش جايبين لي حاجه، و150 الف جنيه مش جايبين لي حاجه. في ظل ان انت لو لقيت عربيه موديل 2010 فيرنا بنفس المواصفات العربيه اللي هي دلوقتي في منها تاكس، الاثنين واقفين قصاد بعض، ودي لونها اسود من بره ودي لونها اسود من بره، بس دي دواخلها سودا ودي كانت تاكس ودواخلها بيضه، هتلاقي الفرق بينهم 60 70 الف جنيه. هتلاقي دي ب 220 الف او 210، وهتلاقي دي ب 150 الف جنيه. برضه نقيس على كده في الاسبرانزا، العربيات المنتشره في التاكس واتقلبت ملاكي، هتلاقي الاسبرانزا برضه مثلا صاحبها بيتكلم لو هي ملاكي على ابوها من ساعه ما هو استلمها من المعرض، هي مثلا لونها سماوي او فراني او اي لون او نبيتي، هتلاقي هو بيتكلم في العربيه في 170 الف جنيه او 175 الف جنيه. في ظل ان انت لو رحت اشتريت عربيه صاحبها كانت تاكس وهو قلبها ملاكي وعارضها للبيع بعد ما عمل فيها الكلام ده، هتلاقيه بيطالب فيها 130 الف جنيه 125 الف جنيه 110 بالكتير. فاهمين قصدي؟ فاللي هو مش هيبقى الرقم اوفر، فانت هتلاقي ال 110 او ال 120 على قد الفلوس اللي معاك، فانت هتقول خلاص انا ايه هجيبها. الموضوع ده انت تخلي بالك منه في 5 عربيات. اول عربيه الفيرنا، الشيفورليه اللانوس، البي واي دي، الاسبرانزا. ال4 عربيات دول
5 بتاعتهم هي ايه؟ اللادا. بس طبعا اللادا دي عربيه بره العربيات، يعني مش متداوله ومش الناس بتجري عليها. انا بتكلم على العربيات المنتشره اللي ينفع انت تركبها، تستخدمها، فيها تكييف، فيها باور، فيها سنتر، فيها ازاز كهرباء، عربيه حديثه، عربيه موديلات 2009 2010 2011. الثلاث سنين دول هم الاحلال بتاع الاجره كان شغال فيها. سنه 2009 2010 2011 كان اخر سنه ليهم سنه الثوره. لما كان بتسلم التاكسي القديم اللي معاك وتستلم تاكسي جديد. فطبعا الناس كلها كانت بتستلموا قسط، فكانت بتدفع له في الشهر حوالي من 600 ل 900 جنيه على حسب العربيه. كانت اللانو 600 وحاجه، والاسبرانزا 700، والفيرنا والبي واي دي ما بين 800 و 900 جنيه. سنه 2009 2010 2011 هم استلموا العربيه في الثلاث سنين دول، وبعد كده قعدوا يسددوا فيها 5 سنين. فالعربيه يعتبر خلصوا قسطها لغايه 2015. من 2015 العربيه بقت ملكه. قعد التاكسي شغال الفتره دي، وبعد كده لغايه 2017 كده ابتدت تشتغل شركه اوبر، ابتدت تاثر على التاكسي بنسبه كبيره. فاصبح العربيات التاكسي ما بقاش حد مقبل عليها، وما بقاش الناس تركبها في الشارع. فلجأوا ان في منهم يا اما بيبيعوا العربيه كلها وخلاص بيسيب الشغلانه اللي هي التاكسي، او بيقلب العربيه ملاكي وبيبيعها عشان هي سعر العربيه كاجره ملهوش ثمن، لان النمر اللي هي كان لونها برتقاني دي اللي هي بتبقى على الاجره ما بقاش ليها قيمه بعد ما الناس ما بقتش مقبله على التاكسي وكله بقى عايز يركب ملاكي. فالنمر دي ما بقتش ليها ثمن. الاول زمان كانت النمر لوحدها ب 50,000 جنيه غير ثمن العربيه. دلوقتي النمر ما بقاش ليها قيمه، فهو بيروح يسلم النمر ببلاش ويقلب العربيه ملاكي، وبيخلي العربيه معاه، بس بيغير لونها عشان يبقى يعني يركبها يبقى اكنه راكب عربيه ملاكي بقت بتاعته خلاص، ويبعد خالص عن اللون الابيض ده عشان يبقى راكب عربيه شكلها نضيف شويه ويبعد خالص عن اللون. او في نفس الوقت بيروح مغير كل معالمها من بره ويروح بيعها، هتجيب له ثمن اكتر من ثمن بتاع التاكس. او لو هو مش قادر يستغنى عن الشغلانه وبرضه عايز يشتغل بس مش عايز يشتغل سواق تاكس، فبيغير لونها وبيروح يعمل لها فحص في شركه ناسيتا تبع اوبر، وبيجيب تقرير ان العربيه دلوقتي بقت تمام وتكييفها شغال وكاوتشها تمام وازازها كله سليم والعربيه تمام، وبيروح مسلمه للشركه او بيرفعه على النت ويشغل العربيه. بدل ما هو بقى شغال سواق تاكس بيشتغل اوبر وكريم بالعربيه. بس حاله العربيه ما بتكونش اللي هي، بس انت كراكب او انت بتركب معاه كعميل او كزبون العربيه بتبقى حالتها بالنسبه لك انت كمستهلك تكييف وبيبان وشكل العربيه من بره حلو، لكن هي كعربيه شراء انت هتشتريها لا، هتبقى العربيه تضايق صاحبها او تضايق اللي انت العربيه لما انت تشتريها منه. ليه؟ لان هي مش الحاله اللي هي. فاحنا هنا بنتكلم فانت لو بتلجأ للعربيه اللي هي كانت اجره، او حد عرض عليك عربيه اجره زي ما هي قال لك خدها وسلم النمر ورشها اللون اللي انت عايزه وخليها معاك ملاكي، اتفرج على العربيه كويس قوي، اتاكد 100% ان العربيه دي ما عملتش حوادث قبل كده، لان العربيه دي كانت شغاله ممكن اقل حاجه في اليوم بتشتغل لها 15 16 ساعه، واثنين سواقين بيركبوها، واثنين ينزلوا يركبوا اثنين غيرهم، واثنين يتخانقوا مع صاحب العربيه فيجيب غيرهم، فعايزين يشتغلوا بالعربيه ويجيبوا اي فلوس فبيجروا مطبات ويخشوا مناطق مبهدله، والعربيه شافت ايام سودة من 2010 لحد 2023. فانت ما تجيش تاخد منه العربيه تفتكر ان انت تاخد عربيه ملهاش حل، لا، العربيه هتبقى متهالكه تماما. فانت لو العربيه دي انت واثق في صاحبها او واثق ان صاحبها من ساعه ما خدها مخليها معاه محافظ عليها ما كانتش بتشتغل كتير وهي حاسس ان هي رخيصه شويه بالنسبه لك، خدها منه وانت بقى اعملها على ايدك بقى، غير اللون، رش من بره، مش فارق معاك موضوع ان الدواخل تبقى بيضه عادي. بس الموضوع ده لو انت خدتها منه وحبيت تبيعها بعد كده اللي هيشتري منك عارف ان العربيه دي كانت تاكس، لان مفيش عربيه دواخل بيضه الا نادرا الا لما تكون ملاكي. 3/4 اللي دواخله بيضه بيبقى اجره، ولو هي دواخل بيضه على ابوها من ساعه ما صاحبها اشتراها وهي دواخلها بيضه كده عمره ما هيغير اللون من بره، هتفضل العربيه بيضه بره وجوه ومش هتبقى رشه بره. لكن انت بتغير اللون في العربيه اللي هي كانت تاكس لان هي من بره بتبقى رشه 70 80 مره وعليها بدل المعجون عليها محاره ومتبهدله من بره وطالع عينيها، فانت بتغير اللون بقى عشان تداري كل الكلام ده وتحط لون على كيفك بقى، ازرق، بيبسي، فراني، فضي، اي لون. المهم ان انت بتغير من معالم العربيه عشان تخلي العربيه ان هي كويسه وتتركب. والفرق بينها وبين العربيه العاديه اللي هي ملاكي هتلاقي 70 80 الف جنيه. فهتلاقي ناس كتير قوي طالبه على النت في عربيه لانوس 2010 120 الف جنيه، فانت تتخض، او 140 الف جنيه، ايه الرقم ده ازاي؟ ده انا لسه واحد صاحبي جايبها ب 200. ما عشان دي دواخلها بيضه، هو صاحبها ما قالكش،
هو مصور العربيه من بره ومش قايل لك على موضوع الدواخل ده. تروح انت تدب مشوار سفر، انت جاي من اقاليم للقاهره او من القاهره، تروح تبص عليها في حته بعيده تلاقي العربيه كانت تاكس ودواخلها بيضه، وهو ايه بعد ما جابك المشوار بقى ما قالكش الصراحه غير لما انت شفتها بعينك تبقى انت غرمت المشوار. فانت تبقى عارف ان العربيه الملاكي اللي دواخلها بيضه كانت تاكس، انت هتاخدها بالثمن بتاعها اللي تستاهله، لكن ما تروحش انت تشتريها بنفس الثمن اللي العربيه الملاكي نفسها بتتباع بيه. يعني العربيه بي واي دي ملاكي 2011 دلوقتي لو هي لونها اسود تعمل في الشارع دلوقتي 210 او 220 الف جنيه، ده تمامها. ما تروحش انت تجيب واحده لونها اسود دواخلها بيضه كانت شغاله تاكسي ماشيه 400 الف كيلو حالتها متوسطه ب 200 الف. ليه؟ طب ما تروح تجيب السليمه اللي لونها اسود بره وجوه. لكن دي بدل ما هي تاكس وحالتها متبهدله، ومش بلاش متبهدله، حالتها متوسطه، وصاحبها خلاص يعني زهق منها وعايزه بقى تعمل موتور او شامبر او تغير شورت بلوك، وعايزه كاوتش، وعايزه الصالون عايز فرش، وعايزه والتكييف مش شغال، وهتغير لون من بره لسه عشان هتتقلب من ملاك التاكس، دي توبها معانا 130 الف جنيه 125 الف جنيه عشان ابقى راكب عربيه 60%، مش هبقى راكب عربيه 100% اللي في خيالي. وانا من نظري الفكره دي حلوه ان انت تجيبها وتظبطها على ايدك، احسن من ال 125 الف جنيه دول تروح تجيب بيهم هونداي اكسنت موديل 98 مثلا. لا، هركب بي واي دي 2011 على العربيه شكلها من بره سليم، او عربيه شكلها من بره حديث، اللي يشوفني راكب عربيه انا راكب عربيه جديده. ما اروحش اجيب عربيه موديل التسعينات بال 125، او ما اروحش اجيب نوبيرا 1 موديل 99 97 الكلام ده، او الاكسل ب 100 الف جنيه لا 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 خالص. لا، هركب عربيه كانت اجره اشتغلت لها 5 6 سنين، صاحبها كان عاملها تاكسي من 2015 مثلا وحط عليها نمر والكلام ده، وزهق من الشغلانه وادهاني، فانا اشتريتها منه. فهغير اللون بتاعها من بره اعملها نبيتي، وهظبط الكاوتش والصالون والحاله والعفشه وكده، وبقت عربيتي يا عم وانا هركبها على كده، واشغل تكييفها واظبط دنيتها، والحبه السنين اللي هي اتبهدلت فيهم بقت العربيه بقت ايه تمام معايا. ده موضوع ان لو انت لجأت العربيه دواخلها بيضه ما تقعدش تلف حوالين نفسك وما تخليش صاحب العربيه يضحك عليك. لو هو جه معاك دغري وقال لك ان هي كانت تاكس وانت حسيت ان فرق السعر هو حاسبه وعامل حسابه فيه ومريحك فيه، تمام اشتري منه العربيه. لكن هو ما يضحكش عليك يقول لك ان هي لا كانت ملاكي وحالتها فله ومش عارف ايه، اصل انا كنت مغير لونها نزاهه، كنت مغير لونها مش عارف ايه، او انا عملتها احمر عشان ابني بيحب اللون الاحمر. مفيش الكلام ده، دي عربيه كانت تاكس. عايز تعرفها هتلاقي مكان التابلو فيه خرام مكان العداد، هو مش عارف يداريها، ممكن يكون حاطط عليها فروه ولا بتاع. ده في الاسبرانزا او في البي واي دي هتلاقي العداد فوق. في الفيرنا وفي اللانوس بيكون العداد تحت الكاسيت، هتلاقي مكانه برده في اخرام كده متوصله او سلوك، هو ممكن يكون شالها ودراها وبتاع. او في الشنطه هتلاقي الاخرام بتاعه الغاز لو هي كانت راكب فيها غاز وهو شاله عشان ما يبينش ان هي كانت تاكس، برده هتلاقي الاخرام بتاعه الغاز راكبه ورا، لان العربيه دي كانت بتنزل اجباري غاز لما هو كان بيستلمها. في حاجات كتير قوي في العربيه هتبين ان هي كانت غاز ولا لا. حتى لو دواخلها بيضه مش هتلاقي الدواخل سليمه نظيفه، هتلاقي اول ما تفتح الكابوت هتلاقي الدواخل بيضه بس عليها طين ومتبهدله وطالع عينيها من كتر الشغل والميكانيكيه والسمكريه والعفشجيه اللي اشتغلوا في العربيه وزيت وشحم وبتاع. فهتلاقي الدواخل مش بيضه، الدواخل بيضه بس مسوده. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وشوف الفيديوهات اللي على